السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى مشاهدين ومتابعينا في الدنيا؟ أتمنى تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة بقى هنعمل أحلى كشك فلاحي في منتهى الجمال على أصوله. طبعا ما اتكش إلا بالفجل الجميل دوت اللي انتوا شايفينه ما شاء الله عليه. شايفين جميل ازاي؟ تحفة. والطعم بقى خيال والله، ومش قادرة أقول لكم على جمال. وانتوا لما تشوفوا الوصفة دي تجربوه بمعرفتكم وانتوا تحكموا بمعرفتكم. شايفين؟ مش قادرة أقاومه بصراحة، ربنا من جماله في منتهى الجمال. يلا بقى يا حبايب قلبي على المقادير نشوف اتعمل ازاي الكشك الجميل بتاعنا الفلاحي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا حاطه معلقتين سمنه في الحله على البوتاجاز، ومقطعه كده بصلتين وسط عليهم كده اهوت. طبعا لما خد مني اللون الذهبي الجميل ده نزلت عليه بالطماطم اللي انا مصفياه فرماه في الخلاط ومصفياه. حطيت عليها طبعا فلفل اسمر وملح وكمون، واحد مكعب ماجي حسب الرغبه، وقرن فلفل طبعا كده مشطشط انا مقطعاه عليه زي ما انتوا شايفين. ازود بس حبه شوربه كده واسيبها تغلي معايا. بعد ما غلت معايا واتسبكت في منتهى الجمال، خدت منها 3 كبشات كده شويه اللي انا هحطهم على الوش كده وانزل عليهم بكوبايتين كبار من الشوربه، واسيبهم طبعا في الغليان كده وتعالوا بقى خدت طبعا 4 معالق من الدقيق هقلبهم بالميه. شايفين؟ هجيب بس المضرب اليد عشان ما اضمن ان مفيش اي تكتلات فيه. تمام اوي كده تعالوا بقى بعد ما غليت معايا هنزل بقى عليها كده لحد ما القوام بتاعها يبقى سميك زي ما انتوا شايفين وسط. الله عليها. هسيبها بقى طبعا في الغليان كده لحد ما تبقبق معايا. هقطع طبعا البتاو الجميل هاخد بس بتاع بتاوتين كده صغيرين. شايفين؟ ده القوام اللي انا عايزاه، مقطعاه قطع صغننه خالص. بعد طبعا ما لف معايا ويبقبق زي ما انتوا شايفين، هقفل بقى عليه كده وانزل بقى على الكلام الجميل البتاو. شايفين جميل ازاي ولونه تحفة والقوام بتاعه مظبوط. هقلب طبعا كده لحد ما يتشرب معايا البتاو تمام اوي كده. هنزل عليها بقى بالصلصة اللي احنا شلناها احط عليها بس معلقة شطة، وطبعا اختيار حسب الرغبة. هحط طبعا على وشها كده تمام اوي كده زي الفتة بالظبط كده، بس طبعا ده طعم وده طعم. شايفين بقى راس الفجل بقى جميلة قوي بالكشك الفلاحي الله عليها وعلى جمالها وطعمها تحفة. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا قولوا له ايه رأيكم. وطبعا بقى عايزة